كلمة اتقالت في رواية زمان وعديت بيها ونسيتها، ولكن الكلمة دي لما عرفتها اكتشفت إن هي غيرت كتير فيا. الكلمة دي كانت في رواية ربع جرام، والرواية دي أنا قريتها من 10-11 سنة. الرواية دي بتتكلم على شباب ما كانوا عايشين في بداية ظهور الأفيون في مصر. كان بطل الرواية وهو بيتعافى الدكتور النفسي بتاعه قال له كلمة هي تبان بسيطة: انت مش محتاج تثبت حاجة لحد. والكلمة دي على قد ما هي بسيطة على قد ما هي تنفع جايد لاين لينا في الحياة، وان انت محتاج تأكد على نفسك يوميا ان انت مش محتاج تثبت حاجة لحد. وان المنافسة الحقيقية بتكون مع 3-4 حاجات اللي هم وحوشك الداخلية. رقم 1 وحش الكسل، رقم 2 وحش عقلك وجيناتك وأفكارك، رقم 3 واللي هي خاصة بالمقولة كلام الناس أو التأثير المجتمعي عليك. فلو انت عايش تفكر او تفتكر كلمة انت مش محتاج تثبت حاجة لحد، اعتقد هتبقى اخف مع مدار السنين، وهتبقى تعمل اي حاجة عايز تعملها بدون مغالاة، لان انت مش مكترث او نقدر نقول مش فارق معاك قوي النقد بتاع الحاجة. فانت مش محتاج تثبت حاجة لحد، فاعمل الحاجة اللي بتحبها. ولو انت وصلت لحد هنا في الفيديو اكتب في الكومنت وصفي مكمل.